في حلقة جديدة وعلى فين يا مصر. زي ما عودناكم كل يوم بيكون معانا ممثلين لتيارين مختلفين من الشارع المصري. منورنا النهارده الناشط السياسي مصطفى شلتوت عضو حزب الحرية والعدالة. اهلا بيك يا فندم. وسهلا بيك. وعلى الجانب الاخر وممثل للتيار المعاكس الاستاذ عمرو علاء مؤسس صفحة بالثورة هنثور ووصل عدد مشتركيها دلوقتي ل 3 مليون تقريبا. اهلا بيك معانا. برحب بحضراتكم مره ثانيه وبرحب باستاذ مصطفى شلتوت، برحب كمان باستاذ عمرو علاء. اهلا بيك. على فين يا مصر من وجهه نظر مصطفى شلتوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الخلق وسيد المرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وعلى من سار بهدي يوم الدين. طبعا انا سعيد ان انا في ضيافه حضراتكم النهارده احنا سعداء وفي الاستاذ عمرو برضه. مصر بلد عظيمه، بلد ربنا سبحانه وتعالى حفظها، محفوظه في القرآن الكريم، بلد الانبياء، بلد الرسل، تمام، بلد دائما ما تكون قاهره للاعداء، قاهره لكل من يريد ان يعتدي عليها وعلى هذه الارض الشريفه الطاهره. بلد ربنا سبحانه وتعالى تجلى من فوق 7 سماوات على هذه الارض في طور سيناء وكلم نبيه موسى عليه السلام. فالبلد دي رايحه على مستقبل ان شاء الله بخير، غصب عن الاعداء الخارجيين. دايما زي ما سياده الرئيس بيقول ان مفيش عدو في مصر، تمام، لكن العدو دايما خارج مصر. ممكن يكون هناك بعض المغررين بيهم داخل مصر، تمام، مش بنردد كلام نظام ولا هو كلام شعارات، لا، لكنه بيقول كلام واقعي ومنطقي، كلام منطقي وكلام حقيقي جدا. في صوابع بتلعب جوه البلد او اصابع بتلعب جوه البلد، بغض النظر عن موضوع الصوابع، لكن بدايه ناس كتير تمام. طبعا انا الديكور بتاع الاستوديو عجبني جدا وانا فرحان بيه جدا. شفته ازاي يا فندم الديكور؟ على فكره الشخصيات اللي موجوده ديت انا لست كارهها، الشخصيات ديت اللي موجوده على خلف القضبان ديت. على فكره القضبان ممكن تكون، مع ان انا مختلف معاهم فكريا وايديولوجيا، لكن القضبان ممكن تكون في ليهم الزعمر فخر ليهم اذا كانوا هم ورا القضبان. الاستاذ ابراهيم عيسى انا شفته ضايقني لان انا حسيت ان هم الديكور مقصود بيه ان هم يحطوهم جوه القضبان، فده بصراحه ضايقني يعني. انا بتكلم على الفكره بتاعت القضبان نفسها بالنسبه للاساتذه الافاضل اللي عاملين الديكور في البرنامج المحترم بتاعكم. حضرتك فاهمها ان هي سجن، بس انا مش الناس دي احرار، الناس دي مش جوه القضبان. الحريه مش بالقضبان ولا الحريه خلف الاسوار، الحريه بالفكر، الفكر المحترم، الفكر اللي دايما. انا بس خايف يكون البرنامج ليه اتجاه معين فعشان كده عمل لا احنا هنا حزين يا استاذ عمرو. لا انا قصدي مصمم الديكور نفسه. الثاني عن اللي ماسكين البلد. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع حضراتكم لقائنا مع ضيوفنا. انا ما لحقتش اقول كلمتين يا جماعه. هنرجع بقى من الفاصل تقول اللي انت عايزه. قول لي بس يا باشا. ليه قلقان يعني؟ ماشي، انا مش قلقان من حاجه والله، يعني الاستاذ خد وقته وانا ما لحقتش. لا الاستاذ ما خدش وقته وحضرتك هتاخد وقت. كل ده ما خدش وقته. ده انا ما لحقتش غير في نقطه واحده من اللي قالها. حضرتك جاي بتحاسبني يعني على الوقت؟ ما انا مش فاهم حضرتك، انا هدي لحضرتك وقتك وهدي الاستاذ وقتك. يا ريت ما لحقتش ارد حتى والله. حضرتك ما ينفعش تحاسبني ان انا بدي لك وقت. ما لحقتش، اكيد هدي لك وقت. يلا ستاند باي. واحنا قدامنا قد ايه طب قبل ما نخش؟ 5 دقايق. 5 دقايق؟ 10 دقايق. ممكن ابعت مسج بسرعه؟ مسج، ابعت مسج بسرعه. حاضر، مسج والله مش هاخد دقيقه. بعد الحلقه. حاضر. في ناس صحابي كانوا عدوا عليا ياخدوني. طب يعني في ضيف يعطل التصوير عشان بيبعت مسج؟ يا فندم صحابي يجوا ياخدوني، مش من حقي كمان صحابي ياخدوني؟ طب ما حضرتك العربيه اللي جايبه حضرتك مش عايز اروح بالعربيه. في يا جماعه مش عايز اروح بالعربيه. في يا عم اللي حصل مفيش حاجه حصلت والله، والله بجد صحابي عدوا عليا. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام يعني. طيب اهدى خالص يعني. صحابي يجوا ياخدوني يعني. الناس كلها زي الفل ومحترمين يعني. طبعا عشان حضرتك خدت حقك يعني بقى هم الناس زي الفل ومحترمين. لا انا بقول يعني احنا اللي طلعنا الناس دي بثورتنا، يعني انا لما نزلت انا اساس الثوره. ما عملتش حاجه، 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 والله ما عملت حاجه، والله ما عملت حاجه، والله ما عملت حاجه، والله ما عملت حاجه، والله حمدي انا هتموتوني، ابوس ايدك، هتموتوني، انا عملت
مقلب مأثر فيا. كل سنه وانتم طيبين وانا موافق زياد. يا على حلم كان فوق في السما